من بره الخلية شكلها بسيط، لكن على سطحها طبقة عجيبة تحميها وبتمنحها القدرة على التعرف على الخلايا التانية. يا ترى إيه سر الطبقة دي؟ الطبقة دي هي الجلايكوكيليكس، هوية الخلية في الهيستولوجي. أهلا بيكم من جديد في تيشو توك. الممبرين كربوهيدرات دي اللي اتفقنا عليها، اللي بتبقى أوليجوساكرايدز متصلة بالدهون أو البروتينز، هي اللي بتعمل لي الجلايكوكيليكس. كلمة جلايكو اللي هي تساوي سكر أو كربوهيدرات، كيليكس يعني غلاف أو كوت أو طبقة. إذن الجلايكوكيليكس معناها ببساطة the sugar coat on the cell surface، طبقة سكرية بتغطي السطح الخارجي للخلية. مكانها فين؟ زي ما اتفقنا في السطح الخارجي للغشاء البلازمي. تتكون من سلاسل كربوهيدراتية اللي هي بنقول عليها كربوهيدرات تشينز، مرتبطة زي ما قلنا بالبروتينز فبنسميها جلايكوبروتينز، أو الليبيدز فبنسميها جلايكوليبيدز. يعني هي نتيجة وجود كربوهيدرات على سطح الغشاء. وظيفته بقى بيعمل بروتكشن، بيحمي الخلية من الضرر الميكانيكي والإنزيمات والمواد الكيميائية اللي ممكن تضرها، زي درع حماية كده. بيعمل حاجة تانية بنقول عليها سيل ريكوجنيشن أو تعرف خلوي، يعني كل خلية ليها تركيبة سكرية خاصة بيها على السطح، فبتساعد الخلايا إنها تتعرف على بعضها، يعني أكنها بصمة الخلية. زي خلايا الدم الحمراء ليها نوع خاص من الجلايكوكيليكس بيحدد فصيلة الدم سواء كانت A أو B أو AB أو O. برضو من ضمن وظائفه السيل أدهيجن، يعني إيه؟ يعني الالتصاق، بيساعد الخلايا إنها تلزق في بعضها عشان تكون الأنسجة. وبرضو الكوميونيكيشن علشان هو بيحتوي على مستقبلات ريسبتورز بتشارك في إرسال واستقبال الإشارات الكيميائية. بيعمل كمان لوبريكيشن، يعني بيخلي سطح الخلية أملس وبيقلل الاحتكاك، خصوصاً في الخلايا المبطنة للأوعية الدموية أو القنوات. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.